نحن بواحد من أقدم أسواق طعام الشارع بالعالم، بس عمره 135 سنة. أنا للحقيقة بلشت بكشك صغير من هذا المكان، وهلأ صرت بقائمة أفضل 20 مطعم بمدينة برلين. خلونا نفوت لجوا لأنه أنا سقعت بعدين بكفي لكم الحكاية تبعت هذا المكان. ماركت هالينوي أو قاعة السوق التاسعة هي واحدة من 14 قاعة انبنت ببرلين بالقرن التاسع عشر، يعني من أبو 200 سنة. بس هلأ هي بس القاعة الوحيدة اللي بقيت. هلأ قصة الستريت فود ماركت أو طعام الشارع هي عمرها أكيد أكثر من 200 سنة، يعني هيك أبو 3000 ل 4000 سنة. أول شيء كانت موجودة عند الفراعنة، كان في أسواق موجودة على ضفاف النيل تطبخ للناس يلي يبنوا المعابد والأهرامات والمقابر تبع الفراعنة. كانوا يطبخوا لهم أكل، يطبخوا لهم فلافل بالفول يلي اسمها الطعمية يعني، وكانوا يعملوا لهم سمك مقلي، يعني أكلات بقيمة غذائية عالية لأنه هن بدهم طاقة مشان الشغل وبنفس الوقت رخيصة. وكمان عند الروم القدماء كان في ناس تطبخ بالطريق، لأنه مو كل الناس كان عندها مطابخ ببيوتها، فكانت تضطر تطلع لبرا تشتري الأكل الجاهز وتاكله. يعني كان هو حاجة أساسية لأنه ما في مطبخ بالبيت، يعني بس الأسياد والناس الأغنياء يلي كان عندهم أكل. حتى عنا بالبلد بسوريا، أو خليني أقول مو بسوريا، حتى بثقافتنا نحن العربية، أكل الشارع هو الفلافل، الحمص، الفول، الشاورما. فكان قبل دائما الناس خلال النهار تروح على الحمصاني. ليش؟ لأنه بروتين، طاقة عالية تساعدهم إنه هن يضلوا شبعانين هيك لحتى يوصلوا للمساء، وكمان أكلة بتتحضر بسرعة ورخيصة. يعني وشو بيقول المثل؟ قال إذا فاتك الضاني عليك بالحمصاني. ماركت هالينوي، خلينا نرجع لقصة هذا المكان. هو انبنى بسنة 1891، كان هيك سوق مغطى بقلبه خضرة، فواكه طازة، وكمان أكلات هيك جاهزة. لأنه المكان اللي انبنى فيه هذا السوق، خليني أقول هذا الحي اللي هو حي كرويسبيرغ، هذا حي سكني وصناعي بنفس الوقت. فكتير في عمال، ولازم لما يرجعوا من المصانع والمعامل يكون في أكل رخيص يقدروا يشتروه، فلهيك انبنى بهذا المكان بالذات. بس أول ما بلشت الحرب العالمية الثانية، صار هذا المكان يتعالجوا فيه الجرحى، يعني ما عاد مكان يشتروا منه الأكل. وأصلاً صار في أزمة غذائية، يعني ما صار الأكل هيك تلاقوه بالطرقات وبطريقة طبيعية، لا، صاروا في ناس يحتكروا المواد الغذائية، فصار شوي صعب إنكم تلاقوا أسواق تبيع أكل. هلأ بعد الحرب العالمية، خلصت الحرب العالمية، بس صار في الثورة الصناعية، يعني ما عاد في هي الأنواع من الأسواق، صار في أكثر سوبر ماركت، وصاروا بقى البروباغندا العالمية تعمل هي الدعايات، تنفق مبالغ ضخمة لحتى تخلي الناس تنبسط وهي عم تشتري مواد ما معروف لا أصلا ولا فصلة، بس المهم هيك مغلفة بألوان وبطريقة كتير حلوة مع دعايات كتير ملفتة. فهدول العالم يا قلبي ما عاد حدا اشترى من عندهم، اللي هن صغار الكسبة وأصحاب المحلات الصغار، ما عاد حدا اشترى من عندهم. هيك لحتى صار ببداية الألفينات هذا المكان رح يسكر. نشطاء الحي وسكان الحي المحليين عملوا ثورة لحتى ما يتسكر هذا المكان أو يصير مركز تجاري أو مبنى. وللحقيقة بسنة 2011 قدروا مجموعة من رواد الأعمال ومن سكان الحي والنشطاء يلي مآمنين بهوية هذا المكان وكيف إنه لازم يحافظوا عليها، إنه يرجعوا ويفتحوا لهذا المكان ويحافظوا على هويته الأصلية. هذا المكان بيفتح خلال كل أيام الأسبوع، بس اليوم يلي بيكون بقلبه كل هذا التنوع من الأكل هو فقط يوم الخميس من الساعة 5 للساعة 10. أكل من كل أماكن العالم. هلأ حنصورهم كلياتهم، رح تلاقوا فيتنامي وتايلندي ومن التيبت ومن تونس ومن لبنان ومن تركيا، وطبعا من برلين ومن الهند ومن كل بلدان آسيا. شي بنعرفه وشي ما بنعرفه. أنا هلأ بورجيكم وين كان الكشك تبعي، كنت بيع فيه فتة مكدوس وشاورما وتمر هندي. أول شي حبلش فيه إني حأخذكم تذوقوا هي الأكلة دائما بحكي عنها، هي كيزة شبيتسلي، أكلة ألمانية. الكيزة شبيتسلي هي أكلة معمولة من العجين. هلأ فينا نصورها؟ أوكي. هي الأكلة هي عبارة عن بيض وعبارة عن طحين وملح وبس ومي.
بعدين بيغلوها مثل كأنهم عم يسلقوا باستا، وبيحطوا فيها 3 أنواع جبنة، وعلى وشها الثوم المعمر يلي هو يعني نوع من أنواع الثوم، بين الثوم والبصل طعمته، وكمان البصل يلي هو البصل الكرملايز اونيون، يعني بيكون مكرمل. للحقيقة كتير هي انه كمان حتى بشمال ايطاليا بيعملوا هي الاكله، يعني خلينا نقول هي مثلث لالتقاء هدول المدن اللي هن قريبين، البلاد القريبين على بعضهم، نمسا، سويسرا، وشوي كمان من الريف الفرنسي، شوي من ألمانيا، وكمان شوي من إيطاليا. كل هدول ملتقيين مع بعضهم بمكان معين كل وحدة من بيناتهم، وبيعملوا هي الأكلة. نوعين جبنة اللي بيستخدموا فيها اللي هي الأمنتال والبيرني، بس لحتى أكون معكم واضحة إنه هدول أنواع الجبنة هي شوي جبنة معتقة، يعني بقلبها نكهة شوي حدة، ممكن تكون مو الحدودية تبعيت إنه الحد تبع الفليفلة الحدة، لا، فيها نكهة حدودية الجبنة العتيقة القديمة، يعني كيف لما نحن بناكل شنجليش وهدول القصص، فيها هي حدودية الشغلة. لحتى تاخذوا هي الوجبة 7 يورو. هلا بقى انتم لازم تشوفوا، طبعا هي الوجبة هي عبارة لشخص، هي عبارة عن استفتاحية، يعني أكيد ما بتشبع إلا ولد صغير. هي صح تقيلة، بس ستيل انتم مو جايين لحتى تاكلوا من أكلة واحدة، انتم جايين لحتى تاكلوا 6-7 أكلات، فأكيد كل أكلة لازم تكون صغيرة وسعرها نوعا ما مقبول. يعني هذا أطيب مكان بيعمل كيزة شبيتزلي بكل ألمانيا وسويسرا كل ما بروح على دولة من هالدول بدوقها ولساتني مصرة. This is the best كيزة شبيتزلي ever and never. yeah. هلا هون في مكان، هي كانولي، أكلة حلو إيطالية، الحقيقة كثير بحبها، بس الأشخاص يلي بيشتغلوا بهذا المكان نبهوني على موضوع. هي عبارة عن، خليني أقولكم، يعني عجين مقلي وبعدين محشي بعدة كريمات مختلفة. هذا العجين المقلي طلع بينقلب بدهن الخنزير. يعني طبعا مو كل العالم بيعملوه هيك، ولكن لازم لما تجوا على أي مكان وتشوفكم تشتروا كانولي تسألوه بشو مقلي، شو الدهن المستخدم فيه، لحتى يخبركم شو نوع الدهن. فأنا صرت لما بيجي لهون بس باخذ الكريمة وبتشكروا انه هن اعطوني هاي المعلومه، يعني كان فيها تبيعني من غير ما تعطيني اي معلومه، بس دغري ما شافتني حاطه حجاب اجت قالت لي انه هي مع دهن خنزير. يعني عندهم تيراميسو خطير هذا المكان. كل مكان بدكم تجوا عليه بيكون كاتب لكم شو بقلبها خيارات، وبالغالب في خيار للاشخاص النباتيين، يعني مثل ما انكم شايفين دائما بيكون اما في خيار لحم او خيار نباتي، وحتى اللحم بالغالب كمان بيكون في خيار لحم دجاج او لحم بيف او لحم خنزير. فيعني هن بيعطوكم 3 اوبشن مع اضافه الخيار النباتي، وبيكون مكتوب بالانجليزي وبالالماني، لانه هذا المكان هو بيجي له سياح، فيعني اكيد هو مو بس المان بيجوا عليه، لهيك ما حيكونوا عم تتعذبوا لما تزوروا برلين انكم تجوا عليه، لانه هو مكان الاشخاص اللي بيشتغلوا فيه بيحكوا انجليزي والماني. وونتونز هي عباره عن نوع من انواع الدامبلينج، حتشوفوا كثير بقلب برلين منتشر الاكل الفيتنامي، الاكل الاسيوي، والدامبلينج هي من اهم الاطباق يلي بيحبوها الالمان، يعني لهيك منتشره يعني حتى بقلب هذا السوق. اخذتها انا نباتيه محشيه بطاطا، وبالغالب هي بتكون مع كثير توم وكثير فلفله حاده، يعني كثير تشيلي اويل مشهورين فيها. وهي هذا النوع الوونتونز يلي هي من تايوان، يعني نوع من انواع الدامبلينج يلي بيعملوها الاصدقاء في تايوان. طبعا الاشخاص اللي بتشتغل هون كثير بيكونوا هيك طيبين وحبابين، وحتى يعني بيساعدوك، وبنفس الوقت حتى بيعملوا لك ميكس ولو كان مو موجود هذا الشيء بقلب المنيو. يمكن في مشكله واحده بس لما حتجوا عليه لهذا المكان، انكم انتم كل كشك بدكم تاكلوا من عندكم بدكم توقفوا على الدور، فيعني كل مكان بدكم توقفوا لكم ابو 10 دقائق ربع ساعه. وشغله ثانيه انه اكيد ما لازم تضلوا عم تستنوا لحتى تلاقوا كرسي فاضي، يعني بدكم تضلوا عم تاكلوا على الواقف على الماشي،
يعني هي الاكسبيرينس والتجربه اللي حتعيشوها بانكم تذوقوا اكلات متنوعه من بلدان متنوعه بمكان واحد وباسعار تعتبر نوعا ما رخيصه، تستاهل انه نحن شوي نتنازل عن فكره انه نرتاح على طاوله ونقعد على طاوله. هذا برايي يعني. خليني اقول مثل الشيش برك بس محشيه بطاطا ومحشيه كمان ملفوف، وبقلبها الكثير من زيت الفلفل الحار والثوم. ما أنا حدا كتير. واو، محرزة النطرة بس سخنة شوش، بس كتير طيبة. يعني هيك أعمل حالي إني عم باكل لقمة صغيرة واحدة ورا واحدة. يعني ممكن شخص واحد ياكل 10 حبات وهو عم يضحك ويلعب. كتير طيبة. إذا كنتوا من الأشخاص اللي بتخافوا تاكلوا آسيوي فروحوا دائما على هي الخيارات يلي هي شغلات نوعا ما مانا كتير غريبة، عجينة ومحشية خضرة ومحشية بطاطا، حتى الخضرة بنعرفها، والصوص هو عبارة عن توم وحد وشوية طبعا صوصات آسيوية أو بهارات آسيوية، بس لساتها شيء يعني معقول نحن ندوقه. الوونتونز أو خليني أقول الدامبلينج هي أفضل خيار لتبلشوا فيه بالأكل الآسيوي، وأنا متأكدة بعد ما تجربوا الأكل الآسيوي رح تصيروا مدمنين له، لأنه هو أكل خفيف يعني وبقلبه خضرة كتير وصحي، ومانو مثل أكلنا هيك سمنة وما سمنة. أنا كتير من عشاق الآسيوي. ليش هذا الكسكس بالنسبة إلي أنا كل ما بجي على ماركت هالينوي بجي وباخد كسكس من عنده، لأنه أولا جوسي، ثانيا جوسي، ثالثا جوسي، رابعا بهارات راس الحانوت يلي بقلبه واضحة وفريش، يعني مطحونة جديد، فأنتوا ما نكون حاسين إنه عم تاكلوا بهارات نوع عاشر. بعدين تمازج الالوان، طريقه التقديم تبعيته هي بتشهيك. هي الالوان اللي موجوده، الشوندر مع الجزر المقلي مع الحمص يلي مسلوق بعدين مقلي مع البهارات، وطبعا هلا لا تطلعوا صرت عم باكله هلا يعني وسيخ الشيش يلي مشوي ومتبل تتبيله خرافيه، وحتى طعمه الزعفران واضحه بقلب الطبق. يعني مو أي مكان بتروحوا بتاكلوا عنده أكلة بتكون نكهة الزعفران موجودة. هذا الطبق سعره 10 يورو مع جاج. زيزوس هاي مال باني بوري. باني بوري وين رحت؟ باني بوري هي أكلة هندية، أنا بالنسبة إلي من طعام الشارع الهندي الأطيب والمحبب لقلبي. هي الأكلة هي عبارة عن عجين مقلي، بعدين بيكسروها لهي العجينة وبيحشوا فيها بطاطا مع شوية بهارات وكزبرة خضراء. وين القصة؟ القصة بالصوصات يلي حتنحط. الصوص الحلو هو عبارة عن تمر هندي مطحون مع التمر العادي، يعني تمر وتمر هندي مطحونين وبيتركوهم يغلوا مع تشكيلة من البهارات لمدة 12 ساعة على نار شمعة. بعدين هذا الصوص يلي بيصير معقد ضيفوا عليه مي، هذا الصوص الحلو. أما الصوص الحد فهو عبارة عن ميكس بين الكزبرة الخضراء والزنجبيل والفليفلة الحدة والنعنع وكمان سلسلة بهارات. ليكن هدول هن دانكشن. يس اي نو قال عم بيعلمني بتعرفي كيف تاكليهم. هذا هو الصوص الحلو، تمر هندي وتمر عادي وكتير بهارات بغلي لمدة 12 ساعة، وهذا عبارة عن كزبرة خضراء مع عصير اللايم الليمون يعني زنجبيل وفليفلة حدة وكمان بهارات. وهي هي الخبزة اللي بيكسروها وبيحشوها بطاطا وبصل وشوية بهارات وكزبرة خضراء. طبعا لما بتعملوها بالبيت حتطلع 100% أطيب. شوفوا كيف تتاكل. بدكم تحطوا هي وبعدين هي. طبعا قد ايه بدكم تكتروا حد، وهلا يا حذركم شو بدي اعمل، بدي اكلها بلقمه واحده. طبعا فيكم تتحكموا قد ايه بدكم اياها حده، بانكم تزيدوا الصوص الحد وتقللوا الصوص الحلو، بس انا بحب زيد 2. يا جماعه اذا اجيتوا على برلين كنتوا حاجزين يوم الاربعاء لترجعوا من برلين على بلدكم، بتمددوا يوم لحتى بس تجوا على ماركت هالينوي وتشوفوا هي المطاعم او هي الاكشاك
يلي فيها كل ثقافات العالم، كوري، فيتنامي، تايواني، تيبت، هند، ايطالي، فرنسي، برليني كمان، وتركي ولبناني ومغربي. عديتهم كلياتهم، العالم كلياته في هذه البقعة. وليه؟ هذا النوع من المحلات أو هذا النوع من ثقافة الطعام اللي هي موجودة بالشارع ما ضروري دائما تقدم لك الأكل يلي هو أوثنتيك، الأكل الأصلي أو نكهة الطعام الأصيل. هن بيحاولوا إنه يرضوا فيه أذواق جميع الناس، السياح بقصد بهذا الشيء، لأنه دائما السياح ممكن نحاول بطريقة ما نلعب على نكهاتهم، بنعمل نكهة بالوسط. يعني الأكل الهندي هو أكل اكستريملي حد، كتير حد، ممكن ما كل الناس تقبله، فرح نخفف الحدودية تبعيته. ممكن الأكل السوري لنقول هو أكل دسم بقلبه سمنة كتير، فلحتى نرضي فيه الجميع فممكن شوي نقلل السمنة، وبهي الطريقة نحن ممكن نفقد أصالة الوصفة الأصلية. ليش؟ لحتى نرضي الكم المختلف من السياح يلي رح يزوروا هذا المكان. لهيك الأشخاص اللي بدهم يزوروا هذا المكان بدهم يعرفوا إنه هن لن يحصلوا على الطعام الأصيل يلي بيقدروا يروحوا على مطاعم تقدمه. هن حيحصلوا على نكهة لطيفة ظريفة، تجربة واكسبيرينس ما حيقدروا يلاقوها بمكان واحد. هي عبارة عن ميكس بيري، يعني توت بري، مجموعة من أنواع التوت البري مع شيا وحليب شو هو اسمه الأوت ميل، نوعا مع الحليب ما بعرف شو اسمه بالعربي، وكمان موز. It's new, but it's really new. It's something I didn't try it before, but and also not. You like berries. I know I like berries. It's not heavy, but the taste of the milk, that's what which I mean. It's give you the purple glow, which is with berries. Yes. Without milk. I'm with this. I will try one. شوفان. اوكي، اوت ميلك. طلع اسمه حليب الشوفان، صار لنا ساعة عم نحاول نعتبر. للحقيقة أنا ما حبيت هيك لف بتمي، حسيت في طعمة شيء هيك ما كتير حبيته، فرح يعطيني نفس الميكس بس يعني بلا حليب الشوفان، لأنه حبيته. بجوز في غيري بيحبه بس أنا ما حبيته. حسيت هيك شيء لف بتمي، ما بعرف شو يعني لف بتمي. توت وحليب وموز وشيا وشوية لايم. ثانك يو. سو هي المرة بلا اوت ميل، بس ميكس بيري. What is it? Roses inside. Something like roses. It's happiness inside. I don't know how to say it. Yeah. If you find roses in there, Yes, it's inside roses. You should definitely get this. If you find I will roses take it. in there, I will take it. there's no roses, but if you can imagine roses, man, it's great. Oh. How much? This is 6 euros. Okay. والله بقلبها طعمة مية زهر. والله فيها طعمة ما فيها طعمة مية زهر، يعني أنا عن جد لما عم أقول بقلبها ورد غريبة للحقيقة، بس المهم إنه هي كوكتيل بس مو تقيل، مو مثل الكوكتيل تبع أبو عبده وأبو شاكر. نو شوجر، ما بقلبها سكر. تقريبا أنا وصل الأكل لهون، صرت ماني قدرانة أمشي. نصيحة لما بدكم تجوا على ماركت هالينوي أو إذا بدكم تزوروا أي سوق لطعام الشارع لازم ما تكونوا لحالكم، لازم تكونوا جروب 6 7، عن جد مو أقل من 6. ليه؟ لأنه بهيك حالة كل واحد حيطلب شيء وحتعملوا شيرينج بيناتكم. أما إذا بده يجوا شخصين فهدول شخصين حيطلبوا بالكثير 3 أطباق، فهن أو 3 4 خلينا نقول، حيجربوا 4 أطباق بس حيضلوا في حواليهم أكثر من 15 صنف هن ما قدروا يجربوه بس لساته ببالهم. لهيك حاولوا تعملوا جروب من الأصدقاء اللي بيحبوا يدوقوا الأشياء الجديدة، وعن جد حتعيدوها مرة واثنين وثلاثة كل ما حتجوا على برلين. هذا الكريب أطيب كريب ممكن بدوقه بحياتي. طبعا أنا ما عاد هلا أقدر آكل أي شيء،
باقي عندي محاولة لدوق شغلتين، الكيمشي هلا حنروح ندوقه، وكمان حاخذ تيراميسو. يعني نوعين حلو موجودين بهذا المكان، لازم تجوا تاخذوهم. التيراميسو هو بلا كحول، وكمان الكريب هذا كريب فرنسي، فيعني حتدعوا لي عليه، بس يعني ما راح اقدر اختار اثنين سوا. يعني انا بعرف في سؤال على الان بحلقكم، يا ترى اكل الشارع هو اكل صحي؟ يعني نحن دائما بنفكر انه هذا الاكل المكشوف يعني هو اكل ما صحي. موضوع له شقين، ايجابي وسلبي. اول شيء ايجابي انه كل شيء عم تاكلوه انتم عم بتشوفوه كيف عم يتحضر قدام منكم. ثاني شيء انه المكونات كمان عم بتشوفوها اذا هي فريش ولا مو فريش. السلبي بالموضوع انه هذا الشيء يعتمد كمان على البلد اللي عم بتذوقوا فيه الستريت فود، على البلد اللي عم بتذوقوا فيه هذا الطعام. يعني اذا انتم رايحين على بلد مثل الهند، فمعروف انه ثقافة الستريت فود ماركت بالهند يعني ما في نظافة ابدا، لانه ما في رقابة، صفر رقابة. اما اذا كنتوا عم تروحوا على بلد مثل المانيا فالرقابة الصحية هي يعني 5 نجوم. انا لما كنت فاتحة هون عن جد ما كانوا يعني كانوا يجوا الساعة، نفتح الساعة 5، الساعة 4:30 كانوا يجوا ويشيكوا على كل شيء نحن عم نقدمه، على كل شيء. حتى كانوا يتأكدوا انه في برادات لحتى نخزن فيها المواد او الخضرة اللي نحن جايبينها معنا ولا لا. فاذا كنا بيوم من الايام والله البراد منزوع او كيبل الكهرباء انضرب او اي شيء، ما يخلونا نفتح. فهذا الشيء بيرجع للبلد ورقابة البلد اللي نحن رايحين نزور فيها الستريت فود ماركت. كيمتشي. ثانك يو، دانكي. كلياتهم معجبين بالزي تبعي، ما ضل حدا الا ما عمل لي هيك. خلص حاعمل لهم رقصة. هلو. This is first time to try kimchi. Really? Where are you from? I'm from Syria. Syria? And you never tried kimchi before? No, this is my first time. Really? So, But you know what kimchi is? it's kind of vegetable with lot of Is that fermented? yes, it's fermentation. Fermented vegetable. Yes, I know. It's kind of like a specialty from Korea, and you will have your first kimchi today. Okay. Alright. One kimchi. One kimchi. But this is a dance zone. You know. No. You don't know. No. You dance. Yes. What? داني يرقص. Which kind of dance this? This is I don't know what kind of dance is it. It's Korean one? No. Oh, okay. I think something Korean. Are you somebody famous? A bit. A bit? She is me. I follow you. Oh, thank you. Okay. Okay. Enjoy your kimchi. I will try it. This is my first time try kimchi. هذا أول مرة حدوق فيها الكيمشي. شوف وصفات كتير للكيمشي، هي عبارة عن نوع من أنواع. I will come back. Okay? You know what? What? The sad thing is, after this, all the other kimchi is not going to be so good because we make the best kimchi. This is homemade. We make, yes. Homemade. Okay. Our specialty is kimchi. What you said? 감사합니다. 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 Thank you. الشعب الكوري شعب لطيف للغاية. انتوا لما حتجوا على هذا المكان حتحسوا حالكم انكم عم تسافروا من بلد لبلد، من بلد لبلد. وجوههم كتير فريندلي، الناس كتير بتحب هيك تعمل علاقة بين البائع والسائح. عن جد أول مرة حجرب الكيمتشي. هي نوع من أنواع الملفوف أو الخس خليني أقولكم، ومثل المخلل يعني معمل له تخمير fermentation مع الكثير من الفليفلة الحدة أو أنواع الفليفلة الحدة. أنا عم مشي حكي يعني لطول الوقت. هاتوا لنشوف. والله يعني معلش أول مرة، اصبروا علي أبو 9 ساعات.
لحظة مخلل ببساطة، يعني ما كان بده كل هذا الرياكشن يعني كنت حاسة حالي بدي دوق شيء مخلل، نوع من أنواع المخلل وبقلبه حد. هي السيرة. الجديد فيه إنه هو الخضرة نفسها نوع جديد بس هي مخلل. يعني أنا بالنسبة إلي هي ما أنا أكلة بتتاكل لحالها، يعني أعتقد إنه لازم يكون مثلا معها دجاج مقلي أو أي شيء، لأنه مثل كأنه واحد حاطط مخلل لفت أو مخلل ملفوف وعم ياكله. بقلبه توم، طعمه قوي شوي، يعني ما انه شيء، يعني عادي، يعني ما شيء انترستينج انه الواحد يجي ياكله. بس مشان تقول شي مرة دقت الكيمشي تعالوا ذوقوا كيمشي، يعني هي مشان ما حدا يقول لك دقت الكيمشي تقول له لا، تقول له ايه دقته بس. للحقيقة هي الأنواع من الأسواق هي مو بس لحتى ناكل فيها، بالغالب القائمين عليها بيكون في عندهم فكرة وفلسفة بدهم يحبوا يوصلوها. ماركت هالينوين بيعتمد على فلسفة أو بيآمن بفلسفة هي فلسفة السلو فود. شو هو السلو فود؟ هي حركة صارت بإيطاليا بال1900 تقريبا و89. أول ما بلشت تفتح أفرع لماكدونالدز بروما وبنص روما، قاموا عدد من النشطاء صاروا يرفضوا فكرة وجود هذا الطعام، بخافوا ما هو يلغي فكرة الأكل الإيطالي. يعني مطبخ الإيطالي كتير بيفتخر بالبيتزا والباستا، قالوا بركي إجا هذا الأكل الفاست فود وأثر على مطبخنا الأصيل. هي الحركة دائما بتشجع المزارعين الصغار الموجودين بكل منطقة، وبنفس الوقت بتشجع الأكل المحلي والطبخ تبع البيت والحديث عن أصل النكهات وحكايات الأكل. فدائما حتكون ضد الوجبات السريعة. مثل الأولاد الصغار، أنا وين ما شفت آيس كريم بروح بهرب عليه. كنت على أساس بدي أروح أخذ تيراميسو، لسه حروح أخذ تيراميسو لأني لازم das alles يا في 5 يورو، يعني كل حبة 2.5 يورو. أوكي، يعني مو أطيب آيس كريم دوقة ببرلين، يعني في أطيب، بس يعني ممكن إذا بدي أقول هذا الكومبينيشن بين الهمبر يلي هو التوت مع الريحان، يعني هي نكهة الفريش طيبة، بس يعني ما هذا الشيء الواو يلي برجع مرة تانية وبطلبها. بس لأنه أنا هلأ هيك حاسة حالي إنه بعد كل هاي الأكلات اللي أكلتها حابة بورد يعني، بس يعني اسمها واو مو طيب. جيت لحتى اخذ كانولي، دغري كالعاده بتقلي ما بتقدري تاخذيها لانه هي مقليه بدهن الخنزير. يعني you are so kind because you tell me that. Yeah, of course. Thank you. This is made without alcohol. This is without alcohol. Yes. هي تيراميسو فيكم تثقوا فيها انه هي اول شيء تيراميسو حقيقيه بصناعه ايطاليه ولا يوجد فيها الكحول يعني. Maybe you want. We want some dumplings. Really, it's with pistachio. Yes. It's full of pistachio. It's one pasta of pistachio paste, 100% Yes, from Bronte, which is the best place in I Italy. can test it very well. And there is just 10% of pistachio here, just 10%. But Really? this is I thought there was on the plate. super, like famous pistachio in Italy. This is the best one. It's 100% pistachio. I can see. Yeah. I can taste actually. You are so nice. How are you? Good. Now I remember you. Alessa. Good. Thank you. So the new recipe of tiramisu. No, next time I will We try. have the new recipe. This is the new recipe. This is a new recipe. Just a little Like- bit. Like before or more A little delicious? bit of amaretto now. No, Amerito. You try already, no? No, I will It's the try same. it. It's always the same. I will try it now. No, I try it, but I will try it again. Devo cambiarla.
I swear this is the best pistachio cream I tried ever. Thank you. This is this pistachio come from Sicily, close to the Vulcan. Ah! This pistachio. عم بيقول انه والله خربطني قد مو طيبه. عم بيقول انه هاي البيستاسيو الفستق الحلبي من منطقه جنب البركان يلي هو هذا البركان الخامد الموجود بايطاليا، فلهيك يعني هن بيعتبروا انه هذا افضل نوع بيستاسيو. يعني بس انا ما رح اقدر اوافقه على هذا الكلام لانه يعني معروف اسمه البيستاسيو، يعني من عنا من حلب. اوكي. ختامها مسك، ختامها تيراميسو. يا لهوي يا لهوي. والله انا احيانا بس هيك بمر فوت باخذ تيراميسو بطلع من عنده عظيم. ختامها مسك وختامها زبده. القصه تبعيتنا ليش عم نحكي عن ثقافة الستريت فود ماركت بهالوقت؟ سوريا بحاجة لمثل هي المشاريع. قديش في عنا أسواق تجارية وقديمة أثرية ما حدا عم يعتني فيها، قديش في عنا معامل ممكن تنغلق وتتسكر وإلها هوية ممكن تحكي عنا أكثر، وقديش في عنا صغار كسبة وأصحاب مشاريع من سيدات ومن شباب بحاجة فرصة صغيرة لحتى يفتحوا المشروع تبعهم، وقديش عنا مهارات وعنا حرف إذا ما تم تسليط الضوء عليها ممكن تندثر مع الوقت. فهي مسؤوليتنا نحن كلياتنا رواد أعمال وأشخاص بنقدر ننظم هذا الموضوع مع شوية دعم مالي لحتى نعمل من أحلام هدول الشباب والصبايا قصص نجاح ممكن توصل للعالمية. ممكن بعدهم منا يفتحوا مطاعم ويصيروا من أفضل مطاعم العالم، مثل مطعمي مطعم ملكي اللي عم بشتغل على إنه هو يصير من أفضل المطاعم السورية بالعالم. لحظة، لوين رحتوا؟ أول شيء بدي لكم هي أول تجربة يوتيوب لإلي، فأول شيء شجعوني، ثاني شيء قولوا لي شو اللي حبيتوه وشو يلي ما حبيتوه، واللي حبيتوه شو حابين نحكي لقدام مواضيع أكثر، وثالث شغلة والمهمة إنه تعملوا سبسكرايب ومتابعة على الصفحة. وشو كمان؟